ايوا يا حبابي، هاد اليومين ما كاين غير ضرب فيا نضرب فيك. انت درتي ليا لا انت اللي درتي ليا. اول حاجه نبداو بلي كوبل نحيدوهم علينا عاد باش ندوزو للاخرين. اول كوبل عندنا هو خوله وعلاء الغنيين عن التعريف. من بعد ما نوضوها اخر مره وخلاوها في موضوع الطلاق، والبارح كان عند خوله عيد ميلاد ديال بنتها، ففي نظركم شكون غادي يحضر؟ بطبيعه الحال طليقها. وهنايا ناضت خوله بغات تفقس علاء وصورات الطليق ديالها وحطاتو في ستوري وبدات كتشكرو على الحضور ديالو داك النهار مع بنتها. ايوا داكشي اللي خططت ليه خوله وصلت ليه، وعلاء بقى فيه الحال ونظر ستوريات. قال لهم اجي نعاود لكم علاش انا جيت باش ندير العمره. قال لهم انا جيت باش ندير العمره على وديت داك الانسانه والعلاقه ديالنا، وقلت ليها يلا تمشي معايا باش نديروا العمره بجوج بينا، لكن هي اختارت الحياه ديالها. وكنت ديما كنأجل موضوع الطلاق باش نشوفها واش غادي تبدل، واش غادي تولي احسن من الاول، لكن والو. وانا غادي نقول لكم من لهنايا انا وداك الانسان صافي سالينا. الكوبل رقم 2 واللي هي ديجي ماها وراجلها. ايوا حيتاش ماها صاحبت خوله، ضروري خوله غادي تعرض ليها العيد ميلاد ديال بنتها، وداكشي اللي كاين. نضت ماها تقدات معاني في الستوري كتضحك فرحانه. واحد شويه مشات عند راجلها قالت ليه يلا وصلني، خلاها حتى تقدات وكلشي، هو يقول لها لا ما غاديش تمشي حيتاش الدنيا تما مخلطه. ايوا بقى فيها الحال ودارت ستوريات وهي كتبكي وكتقول باللي هي عيات وصافي باغا تطلق وما كرهاتش انها تهرس الدار وتمشي بحال في مره. ودابا غادي ندوزو الصحابات، واوتوماتيكمون غير كنقولوا كلمه الصحابات في السوشيال ميديا كتجينا في بالنا ساميه وايه وغفران، لكن للاسف ما بقاوش صحابات، والسيناريو ديال هبه وفاتي واقبال كيتعاود للمره الثانيه. ايوا ماشي مشكل ما علينا. من بعد ما ساميه دارت لايف وهضرات على فريميجا وقالت باللي غداره وهضرات ليها فولدها وقاستها في ضوء عينيها، من جهه الاخرى كاينه غفران اللي كدير فيديوهات بطريقه غير مباشره كتقول لفريميجا فيهم ردي ليا فلوسي. غفران ما كدير لا لايفات لا ستوريات كتهضر في هذا الموضوع، من غير انها كدير الاغاني بالكلاشات. غريب في الامر ان ايه واخا شافت هاد الحيحه كامله نايضه عليها هي، ولكن ما حطات لا ستوريات لا فيديوهات وما دارتش حتى شي لايف انها ترد على راسها. بالعكس كانت كتحط فيديوهات اللي عاديين. حتى البارح عاد حطات هاد التصويره اللي كتشوفوا كتبع عليها باللي غادي تحل لايف مع العشرة وغادي توضح كلشي، وداكشي اللي كان. طلعت في اللايف وقالت باللي هي ما كانتش باغا كاع تهضر في داك الموضوع، ولكن عيقوا عليها بزاف. قالت بلي هاد المشاكل كاملين اللي نايضين بسبب الطرف الثالث واللي هي بنت تمارة. طيريري مع بنت تمارة عاويلي بغيت لك الدل. مهم ضروري منفصل اشهاري، ما علينا نرجعوا الموضوع ديالنا. ايوا صافي هنايا فريميجا بدات كتبكي وجابت السلسله اللي هداتها ليها في العيد ميلاد ديالها وقطعتها ورماتها من الشرجم، وقالت ليها ها الفلوس اللي كانوا بيناتنا وكتعايريني بهم ها هما دو مشاو. ووجهت لهم رساله قالت لهم ما غاديش نسمح لكم لا دنيا لا اخره، ولا سمح لكم الله سبحانه وتعالى انا ما مسامحاكمش. صافي تما دخلت عندها ماماها وقالت لها قطعي اللايف، وقطعت فريميجا اللايف ومشات. صحاب ليكم ساليت لا باقي. من بعد غير شي شويه كتحط سلمى، راكم كلكم كتعرفوها دايره في تيك توك نويويرات، كتحط واحد لا فيديو اللي كتهم فيه حتى هي بنت تماره، ما عرفتش شكون هاد بنت تماره ما علينا، كتهمها بمحاوله القتل. وغير ايه فريميجا اللي كانت شداها وقالت لها عافاك حيدي الدعوه، وقالت باللي مستعده تعاود تحط شكايه واحده اخرى عند البوليس، ما عندهاش المشكل. وهاد الصباح تباناو ليها كاع لي كونط ديال سلمى بطبيعه الحال كتهم هذيك البنت اللي هضرات عليها. وهذا الشيء اللي كاين. انا جبت لكم خبيرات وانتم ديروا خدمتكم. بسلام عليكم.